ازيك يا رانيا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله جميل. بقالنا شويه ما بنتقابلش في الجيم. ايوه. بطلت تتمرني؟ لا بقالي شويه عشان صيف وسفر وكده مم. مش بروح الجيم. بس انت عاده بتتمرني بحب طبعا اتمرن في الجيم. طول عمرك ولا مؤخرا؟ على فترات وانا مم. صغيره، لا ما تقليش، كنت برضو ببقى منتظمه في التمرين. مم. بس على فترات كده بيجيلي وقت بقى عايزه اروح اتمرن وجسمي يبقى حلو بقى وتشجع وكده. مم. اوقات تانية بقى ايه، ماله الاكل والقعده طبعا وعدم فخده بقى طبعا 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 والكرش يطلع طبعا وكله يكيرف طبعا طبعا وكل دي حاجه متعه كيرف لطيفه جدا. كده. انت عارفه ايه المقلب مم. بقى؟ انه مم. دايما الرجاله يقولك انه انا بحب الست الكيرفي اللي مش عارفة. فانت تروحي تشربي المقلب ده وتعملي كده، خلاص بقى يعني بتبسط وباكل بس وخلاص. اغلب الرجاله بيقول لك انا بحب فعلا الست اه ايه اللي الكيرف. بيحصل بقى بعد كده؟ ايه الكرش ده؟ ايه الدراع ده؟ صح. ايه الخدود ما هو ما دي؟ بقاش مقاسك، اللي انت لابساه ده مش مقاسك طبعا. ايوه. فده مقلب بنشربه. بصي مش عارفه مين اه 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 جسمها عامل ازاي. طبعا هي مم. المفروض ترجع للهيستوري بقى، للتاريخ. ما انا كنت جايه لك عامله ازاي برضو يعني. ما احنا زي الفل اهو، لا حلوين لا لا احنا وامارات في قشطه. ايه. احنا قشطه. احنا عاملين البرنامج ده عشان نقول انه الست بعد ال 35 بتبقى في، يعني مش بس في كامل انوثتها، لا هي كمان عقلها مم. بيبتدي يكون بقى اوعى بايه مم. الحاجات اللي المفروض تستغنى عنها تماما، مم. تبطل تعملها او تخرجها من مم. حياتها او تستغنى عنها، وبيبتدي بقى عندها اولويات. بصي هقول لك، يعني انا مش عايزه احددها بسن، امم ممكن يحصل لك ده بدري امم وممكن لا، صح. حسب التجارب اللي انتي بتمري بيها، حسب الحاجات اللي بتشوفيها، حسب كل حد التوعية. وتجربته، كل حد وتجربته يعني. مم. مم. لا وبحس ان الوعي بيفرق لما تلاقي الناس اللي حواليكي بيوعوكي. مم. اعتقد ان احنا برضو اتربينا تربية مختلفة عن تربيتنا لولادنا دلوقتي. طبعا. الحياة اختلفت تماما، فاكيد احنا شوفنا حاجات اهلنا مم. ما كانوش يعرفوها. طبعا. فمع يعني ما تعلمناش الحاجات دي، بس مم. احنا بنحاول بقى ننقلها لأولادنا دلوقتي علشان يعني يبقى بدري بدري كده عندهم مم. وعي. بس اعتقد برضو لما هم كمان هيكبروا هيبقى عندهم حاجات تانية احنا ما نعرفش تفتكري عنها هيشوفونا حاجة. قدام، يعني ان احنا هم شايفيننا قدام. اوريدي قدام؟ ده طبعا حقيقي. طبعا. طب احنا ازاي ما فاهمة؟ نبقاش قدام؟ انا الموضوع ده مضايقني جدا. لا انا مش مضايقني. لا. لا انا مش مضايقني. هقولك ليه، انا جوز صغيرة مم. والفرق ما بيني وما بين بنتي مش كبير، مم. وبرضو بتشوفني قديمة. مم. اه يعني طول الوقت طريقة، يعني انا شايفة ان الفستان ده حلو قوي اه بس وانتي خارجه هتتريق عليكي. طبعا اتريقت عليا، ايه اللي مم. انتي لابساه ده يا مامي، ده مم. حد بيلبس كده اه دلوقتي؟ قديم قوي يا يا بنتي مامي. ده حلو قوي. لا مم. عامله فاكره نفسك سندريلا. مم. ايوه. بس عايزه اقول لك، ما هو هنتعامل مع الموضوع ازاي؟ امم. يعني هما جزء من سعادتنا في الحياه، امم. خصوصا الكيس اللي انتوا قلتيها، بتتجوزي صغيره تخلفي، فبنتك بعد 10 15 سنه هي اولموست بقت عروسه وبقت صاحبتك، وتقدروا تخرجوا مع بعض، تشتروا لبس مع بعض، وتقضوا وقت مع بعض. فانت بتبقي مش عارفه اتعامل معاها على انها صاحبتي، ف... فبالتالي ممكن اسمع كلامها او اخد رايها في طريقه لبسي او في قرارات باخدها في حياتي، ولا اتعامل معاها على اني مامي. ما انا برضو ساعات لازم اتعامل معاها على اني مامي. واحنا عندنا مشكله كبيره ان انت سنجل مام بتربي بنت لوحدك، فقد ما انت قلبك بيبقى عايز ما يزعلهاش وطوعها وحسسها ان انا مش قديمه ولا حاجه. وفي نفس الوقت لا، ما انا مامتها وانا اللي بربيها لوحدي، فانا محتاجه بقى شديده شويه. بصي انا بشوف ان لازم يبقى عندك بالانس، يعني اوقات او هو الصح ان انتي تبقي طول الوقت بتتعاملي ان انتوا صحاب، يعني تحاولي تقربي منها اكتر حاجة ممكنة علشان تقدر تحكي لك اللي حصل، عملت في ريليشن مع حد، طبعا ده المقلب يعني، مين عارفه. صحابها، صحباتها بيعملوا فيها ايه، بتتعامل معاهم ازاي. كل الحاجات دي لازم تبقى بشكل فريندلي كده، وفي نفس الوقت انت حقيقي عندك خبرة اكتر منها،
طبعا. فانتي حقيقي مامي. مم. مش مسألة بقى ايه، يعني انا ما ببصش الحاجات من بره، اللي مم. هو انا باكت ازاي او هي يعني صورتي قدامها ازاي، مش ده المهم بالنسبة لي. المهم ان انا حقيقي عندي خبرة اكتر منها، مم. فلازم اسمع ده بشكل فريندلي كده، وفي نفس الوقت اقول لها بقى النصيحة مم. اللي لازم تتقال، لان هي لازم تتقال علشان لازم توصل، لان هي فعلا ما عندهاش خبرة، طبعا. ما تعرفش تتعامل. يعني في مواقف ممكن مثلا وانا يعني وانا اصغر من كده شوية كنت مم. ساعات مثلا بتضايق منها، ساعات تحرجني قدام واحدة صاحبتها. مثلا مرة مم. بوصلها هي واحدة صاحبتها، فبقول لها هو انتي بيتك فين يا حبيبتي؟ فبتقول لي هنا. فمامي فتوانا بتقول لي مامي انتي وصلتيها قبل كده؟ قلت لها والله انا من كتر ما بوصل صاحباتك نسيت نسيت. مين اه. ساكن فين. مم. فهي اتضايقت وخدت الكلام ده ان ممكن الكلام ده يضايق صاحبتها، مم. فاحرجتني. مم. مين انتي؟ مين بتوصلي مين في صحابي؟ انتي ما بتوصليش حد في صحابي. اه. فانا اتعصبت، انتي بتطلعيني كدابه، انتي بتعملي ايه يعني؟ انتي علشان خفتي يكون احرجت صاحبتك مم. بتحرجيني، بتأدبيني يعني. مم. فالموضوع ده عصبني جدا. وبعدين بعد بقى ما صاحبتها نزلت اتكلمت معاها، انتي ازاي تعملي كده؟ كنت متعصبه جدا. قالت لي لا انا ما فهمتش ان انا لما اعمل كده مم. ان انتي هيبقى شكلك قدامها كده، او ان مم. انا بحرجك قدامها. مم. فقعدت افكر كده في الموضوع ده موقف اول مره تتعرض له في حياتها، مم. فهي فعلا ما تعرفش. مم. ففي حاجات زي كده بقى كتير بتقابليها، انه فعلا في مواقف هي ما تعرفهاش. فمش لازم يبقى رد الفعل البيرفكت اللي لازم تعمله في الموقف ده تستنيه منها. بس ده حلو قوي في جيلنا كأمهات، امم. ان شوية احنا بنستوعب ولادنا اكتر ما اهالينا استوعبونا، اه. فبنديهم مساحة يعبروا عن رأيهم، امم. وبنديهم مساحة ان هم يختلفوا معانا، امم. وده ما كانش بيحصل لنا احنا. واظن ان احنا بنعمله لانه لما كبرنا شوية عرفنا ايه الاثر اللي استنى فينا امم. بسبب ان ما كناش بناخد المساحة دي. صح، مظبوط ف 100%. انا كنت بتضرب بالشبشب لا، مش شبشب، ده رب مصر كلها فاهمة، او جاب بالظبط. لمصر كلها ترومز يعني اه. فاهمة. لا مش تروما، بس بتفهمي يعني لما بتكبري. انا مش مع فكرة بقى ان الواحد يقول ايه انا عندي تروما، مم. وامي كانت بتعمل فيا ايه، وابويا كان ما كلنا كده يا جماعة، في ايه؟ مم. بس لما بيحصل عندك وعي بالمشكلة مم. بتشوف بقى ايه الحل بس للموضوع. بيبقى عارفة في ناس بتبقى حالات صعبة، الأم كانت قاسية، الأب كان مش مظبوط. موجود، بتبقى يعني مش معاكي سهل هضمها، مش سهل استيعابها. معاكي بس انا مؤمنة بانه يعني ربنا بيقول ان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الا وسعها. فطالما اتحطيتي في ده مم. يبقى هو ده، هي دي تجربتك. هو ده اختبارك في الحياة. بالظبط مم. بالظبط. يعني ممكن انتي تمري بظروف انا ما مرش بيها. صح. هو ربنا مش عادل يعني، هو ربنا ظالمك، مم. ويعني ظالمك انتي وكويس معايا؟ لا. مم. بس هي دي تجربتك في الحياة، ليه؟ لأسباب احنا مش عارفينها هي ايه. مم. بس ده دورك بقى ان انتي طالما اتحطيتي في الموقف ده وفي الخبرة دي، يبقى انتي لازم تعرفي ايه المسج اللي ربنا عايزك مم. تصلحيها، او تعدي الموقف اللي انت فيه ده ازاي. بس مم. بقى هتستسلمي وتقولي انا عندي تروما، وامي كانت، وابويا اه. كان، وخالتي لا، ما هو لا. الجيل ده كله فيه حاجات كتيرة قوي فيما ليه علاقة بالتربية. وقبلنا كل طبعا. الاجيال وارثه عن اهلهم مم. مشاكل. ما مم. هو احنا مش ملايكه. طبعا. فكل واحد بيورث حاجات من اهله. بس ده دورك ان انت. بس تفتكري ايه اللي موجود في جيلنا احنا آه آه مش موجود في ولادنا؟ يعني هنفتقده في ولادنا، هنزعل انه مش موجود فيهم. لا انا مش زعلانه. مم. بالعكس، لا طيب بحس انا بشكل انه شخصي مم. بشوف مع بنتي ومع صحابها انهم شوية، مش هقول انانيين، بس يعني براكتيكال قوي. احنا كنا طوع لاهالينا شوية، ما هو فكرة طوع دي برضو هم انا مستقلين مش زيادة عن اللازم. بس فكرة طوع دي ما بتخافيش يعني؟ انا بخاف والله.
بحس لا، هم مستقلين قوي ويقدروا بصي، يستغنوا عننا ربنا في القرآن ما أمرناش يعني ما أمرش بطاعة مم. الوالدين، وأمر بالإحسان للوالدين وبر الوالدين، بس ما أمرش بالطاعة. مم. بالعكس، ده هو ادالنا يعني حكاية سيدنا إبراهيم مع أبوه، إن هو عصى أبوه لأن هو شايف إن الأب غلط. مم. فأنا مع الفكرة دي جدا، ما ممكن أنا أكون غلط وهي الصح مش أنا. مم. ففكرة طاعة الوالدين دي، مش إحنا بنطيع ربنا، لكن الوالدين لا، مش لازم أكون بطيع بتعمليها ازاي الوالدين. دلوقتي انا مم. في الظرف ده، في الجيل ده، وانا سنجل مام وبربي بقى بنت ولد بنتين ولدين ايا كان، وبعيش جوه المجتمع ده اللي هو ممكن نقول فيه شوية تغيرات كتير عمالة بتحصل مؤخرا، فالحياة برضو مش سهلة. بتأمني نفسك ازاي؟ يعني بتقولي يعني هكمل اللي جاي ازاي؟ بيحصل لان هم إن هيستقلوا أنتي بحياتهم اكيد. أنتي سؤالك إزاي ازاي سنجل مام، هتعامل. ازاي سنجل مام بعد ولادها ما يستقلوا بحياتها، ازاي هتعرف تكمل؟ هل المفروض تبقى من بدري عاملة حسابها على ده وعندها حياة مستقلة بتاعتها، مم. بمعنى عندها هواية مم. مم. بتعملها، عندها مم. حاجة بتحبها، عندها صحاب، مم. من قبل كده استثمرت في حاجات؟ ما هو انتي ممكن تكوني عندك ولاد، وممكن يعني، ما هو انا في بنات في سني ما اتجوزوش اصلا، ما مم. خلفوش اصلا. مم. ف... يعني انتي امانك ان انتي عندك حياة، مم. عندك شغل، عندك معارف، عندك ناس بيحبوكي وناس بتحبيهم. مم. إيه، احنا برضو الحياة يعني متبادلة، هات وخد. مم. فانتي ليكي رصيد، يعني انتي هتكتشفي لما تتحطي في مواقف صعبة مم. ان ليكي رصيد عند الناس. طبعا. فهتبصي تلاقي في ناس بتقف معاكي، انتي مش متوقعة ان الناس دي مم. بتحبك قوي كده، او الناس امانك عارفة ايه؟ مم. ان انتي تبقي عايشة، مش هقولك بتخدمي الناس، بس مم. ان انتي تبقي بتعملي حاجات كويسة مم. وخلاص. فمطمنة. ايا كان هيحصل ايه، ايا كان هتروح فين، مم. ربنا معاكي طول مم. الوقت. فمش مهم بقى مين معايا، هو مم. ربنا هيبعت لي الونس. مم. مش عارفين هو مين، مم. ما نعرفش. ممكن بنتك، ممكن زوج، مم. ممكن تتجوزي وانتي عندك 50 سنة، ممكن طبعا. تتجوزي وانتي عندك 60 سنة، طبعا. طبعا. لانك في حاجة لده. مم. هو ربنا دايما التواصل معاه مم. بيخليكي تتكلمي معاه، فبتقولي له انتي محتاجة ايه. بتتكلمي مع ربنا؟ طبعا بتتكلمي ازاي؟ بتكلم معاه. بتروحي له كده زي بتكلم معاه، بتكلم معاه. مم. اه يعني يا بتعملي رب كده من امتى؟ انا طول الوقت والله، يعني طول الوقت. يعني من وانت صغيرة بتعملي كده؟ لا، ما كانش عندي الوعي ده وانا صغيرة، مم. بس سمعت ده، يعني بتفرج انا على برامج دايما. مم. فلما سمعت ده، انه يا جماعة ادعي ربنا بأي طريقة، مم. بأي وسيلة، اتكلم معاه كأنك بتتكلم مع واحدة صاحبتك. طب بالطريقة اللي انت عايزاها. يا رب انا متضايقة، مم. ممكن تقولي انا الموقف ده اتصرف فيه ازاي، اعمل ايه. مم. وبتدعي في ادعية في القرآن كمان، من القرآن نفسه، جميلة جدا جدا، فبعمل كده دايما. بتروحي دروس وحاجات؟ لان كل مرة بقابلك فيها بتقولي لي حاجات برضو، لو تفتكري دايما كل مرة بجد. نقعد نتكلم اه. لازم تقولي لي امثال من القرآن. أمم. وبتروحي دروس؟ باخد كورسات. مم. باخد كورسات اونلاين. من امتى بدأتي تعملي كده؟ من امتى؟ ممكن من سنتين. ايه اللي حصل خلاكي تعملي كده؟ ريليشن مش كويسة. مم. مم. هي اللي مم. خلتني احس ان انا في حاجة غلط بقى. مم. انا ما عنديش، زي ما كنت بقول لك، ما عنديش مم. اكسات كتير، ما مم. يعني ما بعملش. فبتدخلي ببوزك، يعني عارفة بخش ببوزي بتدخلي جدا. ببوزك، فبتشربي مم. المقلب كامل يعني.
مش هنقول مقلب والله، زي ما مم. قلت لك، هو ربنا برضو طالما حطك في الموقف ده يبقى هو عايز يوديكي على حاجة معينة. مم. فلما مريت بالعلاقة دي، مم. لا ابتديت اكتشف بقى، طب انا ليه قبلت كذا وكذا وكذا، ليه حصل كده ليه. مم. وبقيت يعني في وجع جوايا، انا كنت اتعلقت بالشخص جدا، مم. و... وهو طلع، مش عايزة اقول يعني شخص وحش، بس طلع احنا مختلفين تماما. على غير وعارفة توقعاتك، لما يعني انت توقعتي شيء اه وحصل شيء تاني. بالظبط. مم. ف... ففكرة الانفصال بقى، ان انتي تبقي متعلقة قوي بحد وبعدين طبعا تنفصلي عن حد، ده بتبقى فيها ألم رهيب، كأن طبعا حد مات يعني طبعا، او كده. بالذات ترو. اه وباي اه كلنا ستات مرينا بده يعني. اه يعني كل واحدة فبقيت فينا عندها على الأقل مرة في حياتها حصل لها الوجع ده. دي اول بقى، كانت اول مرة، وان شاء مم. الله اخر إن مرة شاء الله. تحصل لي. مش عشان حاجة، بس انا عشان فهمت بقى اللعبة عاملة ازاي. مم. وكان الحل مش بقى بدكتور نفسي والكلام ده، لا، مم. والحل ان انتي تروحي ربنا فعلا. هي جاتلك كده ولا حد آه، دلك؟ بصي انتي بيحصل لك ان انتي بتمري بالتجربة وانتي مم. موجوعة قوي، مم. خلاص. فاعمل ايه؟ بتسألي بتبقي عايزة. بتسألي الكون، اه اه اعمل ايه؟ اه اعمل ايه؟ انا اه انا اعمل ايه؟ موجوعة انا وتايهة موجوعة، اعمل ايه؟ اه. ربنا بيدلك بقى، مم. تلاقيه بقى هو ايه، حقيقي. بيجيب لك، بينور لك السكة اللي هتتحركي فيها. يجيب لك بقى حد مم. يظهر لك كده فجأة، مم. يبعت لك، عارفة وانتي بتقلبي في التليفون انستجرام، مم. تلاقي تشوفي فيديو، مم. فتلاقي حد بيتكلم عن الموضوع اللي انتي بتمري بيه، بيبعتلك. فتبتدي تدوري تمشي بقى ايه، ربنا بيبعت لك كده خيوط، فانتي بتمشي وراها لحد بقى ما بتوصلي. فانا عندي ناس انا بتابعهم وبحضر كورسات معاهم طول الوقت، لا الموضوع بقى مختلف تماما. اه طيب اتعلمتي ايه من الريليشن دي؟ بصي، فكرة انه الست تضحي عشان حبيبها، وان هو علاقة الراجل والست اهم حاجة في الكون، لا ما هياش كده. بس اهالينا كانوا كده. اهالينا كانوا كده بس، واحنا اتربينا يعني كده. شفنا امهاتنا بتضحي برضو. ما هو انا مش بقول ان انتي ما تضحيش، اكيد هتضحي طبعا، بس ان انتي تنسي نفسك وتروحي بقى مع الرايحين، وان هو تحسي كده كأنه اتلعب بدماغك وتعمل لك غسيل مخ ما هو في فوريا بتطلع من الحدوتة يعني. طبعا وفيها يعني، وفيها بليجر، صح؟ طبعا الحب جميل. طبعا الحب جميل جدا. الحب في جميل اوله وفي اخره وفي كل حاجة، بس احنا فاهمين الحب غلط. الحب مش ان انا اشوف الشخص كده واشوف قلوب في الجو وابقى هموت عليه، لا ده مش الحب، لا ده مش حب، ده اعجاب، ده تعلق، ده كده. الحب بقى ان احنا نبني مع بعض، ان احنا ترو، انا معاكي تماما. ان احنا بقى ايه، نكمل بعض. الحب ده حاجة بتتعمل وحاجة بتتزرع، ما هي حاجة الاتنين بيعملوها. عارفة، وحاجة الواحد بيزرعها كده جواه، انتي وهو تعملوا كده، فخلاص بتبقي انتي جزء بقى من حياته وحتة منه وهو حتة منك. ده الحب. وشايفك بقى وانتي منكوشة وانتي تعبانة وانتي متكومة، مش وانتي متألقة وقولا لا هو ده الحب. لكن الحب بقى اللي بيخليكي تبقي طول الوقت عايزه تبقي بتلمعي وبتبري عشان تبهريه، وماشيه تحلقي عليه، لا يبص يتلفت لواحده تانية فيشوفها احلى مني. ده كان بيحصل لي انا، ده بيحصل لي جدا. وبعدين اكتشفت لا، طب ما يبص يا جماعه، ما يبص بقى، المشكله فيه على فكره، مش فيها خالص. طبعا مش تقدري، ما انا مش احلى واحده في الدنيا، ما في حلوين كتير. مش تقفلي عليه، لا. على فكره الحته دي كتير جدا من جيلنا وقع فيها. انك تشوفي حد تنبهري بيه، تقعدي لك سنتين 3 تجري وراه.
وبعدين تكتشفي ايه بقى، لا مش انا اللي بجري، هو اللي بيجري كده كده. هما الاثنين يعني بنجري احنا الاثنين ايا هو كان بيجري في البيس. الاول، بس هو اول بيجري انت ما بتجري في النص، هو مم. وقف فانت كملتي جري يعني برضو. بصي المهم، هو لازم ينهج كده المهم ويشحر انه في النص واحنا نكمل بقى. بنجري بناخد التراك من اوله لاخره، مم. وبيبقى المقلب ايه في اخره، ان بتكتشف الموضوع ما كانش مستاهل، اكيد اكيد وانه الموضوع ما الحدوته كانش كلها انت، مستاهل. هي كان في مم. حاجه انت كنت محتاجه تاخدي بالك منها، كنت محتاجه تفهميها، بس عن نفسك. الحدوته نفسها عن نفسك، هو الموضوع صح كله انت. صح صح. وفكرة ان احنا بنجذب الاشخاص اللي شبهنا دلوقتي. اللي على نفس مستوى وعينا. يعني شخص اللي انتي جذبتيه ده، مم. ده مراية بقى ليكي حضرتك، هو مم. ده بقى انتي مم. دلوقتي، وهو مم. ده ذوقك، وهو دي اختياراتك، وهو مم. ده. مم. فخدي بالك بقى، ده تمام مم. يبقى انتي تمام، ده مش تمام يبقى انتي مم. مش تمام. مم. دي حاجة انا مقتنعة بيها جدا. ايه الحاجات اللي هتاخدي بالك منها وانتي رايحه تختاري شريك حياه؟ انه ده انا. مم. هنلعب على كده ولا شاري ولا ايه؟ يعني فكرة مم. بقى انه كل واحد ياخد اللي هو بيحبه يا جماعة، ما مم. يبقاش. اللي يعرف يعيش معاه، بلاش فكره الكومبرومايز دي. لا مش قصدي كده، قصدي انه يعني هو شايفك عجباه، انتي عجبتيه كده، لابسه احمر بتلبسي احمر، وبتحبي مم. تسرحي شعرك كده، وبتعملي انتي ده انتي مم. تمام. لا مم. انا هاخدها بقى، و البسها بقى ايه اخضر واعمل لها شعرها مم. كيرلي مم. لا مم. لا ما تروح تاخد اللي انت عايزه. بالظبط. مم. ما هو في اخضر وفي مم. ازرق وفي مم. اصفر، في طبعا كل الالوان. طبعا. اعمل كده مم. بس. بس ليه اصلا، ليه الراجل ممكن يعمل كده؟ ما عنديش إجابة على الموضوع بس ده بتشوفي ده بصراحة. قدامك طول بس الوقت مش بيحصل. ده ما بيحصلش الراجل بس، كمان بيحصل بس للست. للست. يعني هي مثلا بتبقى معجبة بواحد ومنبهرة بيه جدا، مم. بس يطلع بتاع ستات، فتبقى عايزه تغيره. فأنا من كتر ما أنا هحبه مم. وهساعده هغيره. ده اكبر مقلب شربناه. هو بالظبط. مش هيتغير، مفيش حد بيتغير، خصوصا في الطباع الكبيره اللي زي دي. يعني إلا لو الراجل هو بيحب عايز الستات بيحب يتغير، الستات إلا لو هو عايز يتغير، حقيقي. إلا لو هو حس إنه حقيقي. في حاجة غلط. لا هو الراجل بيتغير عشان ست بعينها. لا لا مش معاكي في دي. مم. لا مش يعني معاكي الراجل في لو دي. حب ست بعينها وكان عنده سلوك او طبع بعينه، مش ممكن يغيره عشان خاطرها؟ لا مش مقتنعة بدي، أنا مقتنعة إن هو هيتغير لما يحس إن السلوك ده مضايقه، الطبع ده مم. مضايقه هو. مش في مصلحته. أنا مم. متضايق. ممكن هي زعلها منه يبقى علامة سبب من بالنسبة له، الاسباب. يبقى كأنها بتشاور له أنت عندك مشكلة في دي. فهو يقعد مع نفسه، طب أنا فعلا عندي يعني واحد مثلا عصبي مم. وبيتهور وبيفقد اعصابه وبيزعق والدنيا بتبوظ منه خالص، مم. فهي بتزعل منه. مم. الست اللي بيحبها زعلت، مم. انت خليت شكلنا وحش وعملت كذا كذا ومش عارفه ايه. هو هيقعد مع نفسه، هيراجع نفسه، مش عشان يرضيها، مم. عشان ده علامه، يعني الحصل ده علامه بالنسبه له ان انت فيك حاجه غلط. مم. فيبتدي ايه ده، انا ليه بعمل كده؟ طب ما انا ممكن فعلا صح. اتحكم في اعصابي، وليه بعمل كده؟ صح. طب رانيا، ما تيجي نرجع لايام المدرسه كده؟ يلا بينا. كانت حلوه المدرسه بتاعتك؟ لذيذ حلوة. ايام المدرسة طبعا يعني بتفتكري منها ايه؟ أيام جميلة، الشلة والصحاب، واخر ديسك كده قاعدين. انت كان عندك شله في المدرسه؟ طبعا. مم. الشلة اللي هي الشلة، عارفة؟ يعني كنت شقيه. اوكي. طيب ليه نورهان شقيه وانت لا؟ ما انت كنت شقيه برضه. كنت شقية بس سهونة، مش جوزاء. مفضوحة. عارفه جوزاء. ما احنا جوزاء احنا الاتنين، بس مم. انا كده من تحت لتحت، هي يعني بقى اللي متصدره بالوش طول الوقت. يعني يبقى في مصيبه بنعملها احنا الاتنين، بس اول ما تتكشف هي اللي انتوا في مدرسه واحده وفي كلاس واحد مع بعض طول الوقت؟ في ثانوي فرقونا، لا في اعدادي فرقونا، يعني حطونا في كل واحده في كلاس مختلف. في كلاس مختلف علشان ما تعملوش كنا شقاوه. اشقية. بس انتوا مختلفين.
مختلفين شكلا ولا متهيألي لا، شكلا مش مختلفين قوي، بس مم. مختلفين شكلا مختلفين والله، مش كوبي يعني، في اختلافات بسيطة بسيطة. يعني. بس في الطباع بحس انه احنا عشان تربية واحدة ومن بيت واحد وكده، مم. في حاجات كتير مشتركة ما بيننا، مهم. بس في اختلافات بقى يعني. يمكن واحنا صغيرين اكتر كان في اختلافات كبيرة. هي كانت عصبية قوي وبتلعب مع الولاد ودايما متخربشة ومتعورة اه ومنكوشة وكده، اه وانا كنت كيوتة اه بترجعي قطة أي. ده الاختلاف الواضح يعني. بس قولي لي انت، قبل ما نبتدي نسجل قلتي انا ما عنديش صحاب. عندي معارف كتير، بس مم. اكتر واحدة صاحبتي نور اختي. مم. يعني هي اكتر حد معاها سري، بحكي لها كل حاجة. هي بتحسي انها enough؟ يعني آه، مش بتفتقدي فكرة ان يبقى عندك صحاب لو لقيت يعني مم. لو لقيت تمام يعني، انا ولا منعه مم. ولا قافله ولا هقول لك مثلا لا اصل الصحاب بيأذوا وبتاع، لا لا، اه ما عنديش الافكار دي خالص. ده اللي بس حاصل، جايز انت مشغولة في حياتك، في بنتك، في بالظبط يعني ده اللي حاصل. برضو عندك اختك وبنتك، فممكن يعني بسمع كتير من الستات انه الستات مش كويسين مع بعض. لا لا، ما عنديش بقى لا الافكار دي. يعني امم يعني لا. يعني بسمع من ستات كتير انه انا بحب اصاحب الرجاله اكتر من الستات. عندك لا، صحاب رجالة؟ عندي اكيد. هي ايه الميزة في انه في صحاب الرجالة؟ وهل احنا جيل مدرب على الفكرة دي بنعرف نعملها؟ يعني انا فاشلة، ما اعرفش يبقى عندي صاحب ولد ويبقى قريب مني جدا، امم ونقعد انا احكي له الديلي روتين بتاعي وهو يعني لا، ما مش قوي فهمهاش، يعني كده. ما اعرفهاش. مش قوي كده، علشان بس فكرة ان الواحد ما بقاش فاضي يحكي امم تفاصيل حياته. يعني طول الوقت حد متابعني بقى بالتليفون، ما فيش وقت. امم يعني ولا انا عندي وقت ليه ولا هو عنده وقت ليا امم نعمل كده. بس انا بحب اقعد مع الشخص، يعني مع الجنس الاخر. ايه علش بقى يعني بتكتشفي ايه وانت بتتكلمي معاهم؟ بكتشف هما بيفكروا ازاي، لان احنا فعلا مختلفين. امم الستات مش زي الرجالة طبعا. طبعا. امم فبفهم وهم بيفكروا ازاي محتاجين. وبيشوفونا ازاي؟ ما اقدرش احط الرجاله كلهم في حته واحده واقول لك الرجاله كلهم بيشوفونا بيشوفونا ازاي؟ بطريقه واحده. امم اكيد هما مختلفين. يعني في امم راجل مثلا بيشوف الست ان هي جميله واموره ومتعه من متع الحياه. صح. في جزء من الرجاله بيشوفوا الست كده، ده حقيقي. بالظبط. امم وفي رجاله تانية لا، قادره تفهم انه الست كائن امم زيها زيه، امم عندها حقوق وعندها مشاعر وعندها حاجات بتحبها وحاجات بتكرهها وعندها ضغوطات. يعني ما بقولش هم كمان عندهم نفس طبعا، الحاجة مليون طبعا، المية يعني طبعا. هم كمان طبعا. عندهم مم. مشاكلهم وعندهم ضغوطاتهم طبعا. وعندهم حلاوتهم وعندهم كل حاجة. طبعا. فما اقدرش اقول لك الرجاله بيشوفوا الستات زي، لان هم مختلفين. بس انا قصدي انه احنا مختلفين عن الرجاله، يعني امم الستات مختلفين والرجاله مختلفين. طبعا. فمهم ان انتي تقعدي بقى تسمعي، يعني يبقى عندك صحاب امم وتسمعي منهم تفهمي هو بيفكر ازاي، بيشوف الست ازاي. امم مهم ليكي يعني. بيساعدك تفهمي الراجل عموما ك ككائن. بيساعدني افهم ايه الفرق ما بينهم، إيه الفرق امم ما بين راجل وراجل. امم يعني زي ما قلت لك انه في راجل بيشوف ان الست دي حاجة ربنا خلق حواء عشان تبسط آدم عشان الله. تسليه. عشان تسليه. اه في رجالة بيشوفوا الستات كده، ولو امم أقنعتيه بغير كده مش من هي جيلنا؟ الست كده. تقصدي الرجاله من جيلنا؟ من جيلنا ومن جيل صحاب توانا اوه. كمان. ممكن. ما هم متربيين كده، ما هو ده البيت اللي هم اتربوا فيه، ده الأب امم اللي رباهم. امم هو في ناس بتفكر كده طبعا. م- غريبه. م. امم طب قولي لي دلوقتي، احنا شويه آه، جزء كبير منا اتجوز وانفصل، في جزء مننا اتجوز مرة تانية وانفصل، يعني بقينا تقريبا يعني برسنتج كبيرة جدا مننا فشلت في انها
تكمل. تكمل وكلنا عندنا التجربة الأولى دي مليانة مشاكل ومليانة حاجات. وعايزة أقولك إنه كمان مع الوقت مع العمر بتبتدي تكتشفي إنه هي المشكلة مش فكرة شريك الحياة، مشكلة في اختيارك أنت من الأول. صح. صح جدا. إنه هو شخص كويس بس يمكن مع حد تاني، وأنت شخص كويس بس مم. يمكن مع حد تاني. مم. هو إحنا ليه مش عارفين نعمل علاقات صحية؟ ليه مش عندنا عارفين مشكلة في الحتة نكمل دي؟ قصدك؟ ليه؟ ليه؟ علشان اول ما بيحصل مشاكل وتحسي ان انتي مش قادرة يعني تمشي حالك مع المشاكل دي، بيبقى الحل بالنسبة لك انه الانفصال. بس مش ده هروب الانفصال. ولا مش ده ايه؟ مش هروب؟ هروب بالانفصال؟ هروب. ما هو برضو في حالات الانفصال بيحصل فيها لانه احنا فعلا مختلفين وفعلا مش هينفع نكمل والحياة مش هتمشي وهيبقى طول الوقت في احكام انا بحكم عليه ان هو كذا لان هو مختلف عني خالص، فانا بحكم عليه ان انت متخلف وانت بتحكم عليا ان انا، واحنا مختلفين في وعمالين عركة نخبط في في عركة بعض شغالة في البيت مع انه هو كويس وانا كويسة. هو كويس مع شخص بس تاني وانت كويسة مع شخص تاني. بالظبط. بس ففي رانيا حالات احنا ولادنا معظمهم اتربوا مع ام واب سيبريت منفصلين. سيبريت ام واب منفصلين. بصي يعني هو الحل في الموضوع انه برضو الطلاق يبقى بشكل عاقل. يعني احنا اختلفنا كاتنين متجوزين بس مش هنختلف واحنا متطلقين بقى. خلاص احنا يعني شوفنا حل لكل واحد فينا، لمشاكل كل واحد فينا مع التاني ان احنا ننفصل. فخلاص بس ننجح بقى ان احنا نربي الولاد. يعني انا علاقتي ببابا توانا كويسه جدا جدا. احنا صحاب جدا وانا بحب اهله جدا، مامته وبابا الله يرحمه واخواته، يعني علاقتي كويسه جدا انت جدا. اشتغلتي على ان العلاقه دي تبقى كويسه ولا هو كمان ساعدك ان هو العلاقه كمان تبقى؟ هو كمان احنا الاثنين ساعدنا بعض جدا في الموضوع ده. ولاننا هو كنا صحاب قبل ما نتجوز اصلا. بس دي حاجه لطيفه جدا. فعارفين ازاي نبقى صحاب. ستيل صحاب. ستيل صحاب. وساعات هو بيختلف معايا في طريقه تربيتي لتوانا، وساعات انا بختلف في طريقه. يعني هو عنده افكار وعشان كده احنا اتطلقنا. احنا هو عنده افكار مش بقتنع بيها وانا عندي افكار هو مش مقتنع بيها، وبقعد اقول له لا انت غلطان مش المفروض تعمل كذا كذا، وبعدين في الاخر بستسلم انه بس على المستوى احنا الانساني قادرين مختلفين. تتواصلوا، فده حتى في الاغلب فارق مع البنت اكيد طبعا جدا. جدا. ولانه هي دي طبيعه البشر. احنا يا جماعه مختلفين، احنا مش زي بعض. يعني وارد هو يبقى عنده رأي مختلف عن رأيي. مش لازم نبقى لا مش لازم يحصل كده. بس قولي لي ايه الفرق بين مراهقتك ومراهقة توانا؟ اكيد في فرق. يمكن هي بادية شوية يبقى عندها صحاب ولاد في فترة قبلي. يعني انا ما كانش عندي صحاب ولاد قوي كده في انت كنت مدرسة ولاد وبنات؟ لا ما كنتش في مدرسة. كانت في مدرسة. يعني اول مرة تقابلي ولاد في الجامعة؟ والعيلة طبعا ولاد العيلة وكده وصحاب بابايا مثلا عندهم ولاد، ف يعني الصحاب والعيلة. بس مش في مدرسة، مش دالي عندي صحاب ولاد بشوفهم كل يوم، لا ما كانش كده. يمكن هو ده الاختلاف الوحيد. متهيألي هو ده الاختلاف الوحيد. قوليلي هي لما دلوقتي بتيجي تقولك ان انا عندي صاحبي او ان انا خارجه مع صاحبي او رايحين نتفرج على موفي انا وحد صاحبي، انا ومصطفى مامي انا ومصطفى رايحين نتفرج على موفي، بتعملي ايه؟ لا ما فيش ان هي تروح هي ومصطفى. لا مصطفى لا ما فيش مصطفى. يعني بيبقوا جروب. انت بتشترطي ان لازم تخرج؟ يعني مؤخرا بقيت اخد بالي كده انه في حد لوحده. فبقيت اقول لها ليه اشمعنى. كان قبل كده ما كانش فيه كده، كنا جروب كلنا بنخرج مع بعض. فدلوقتي ممكن يبقى في حد قريب منها شوية. فبفهم هو ليه ده، ليه قريب اكتر، ليه انتي وهو على طول ما بيفكركيش ده بانتي
لما كان عندك نفس لما كان عندك كراش بقى بيفكرني. مم. وانا مش معترضة على فكرة الكراش، ما هي ده طبيعي طبيعي. مم. يعني احنا في الجروب كلنا مم. ممكن ولد يعجبني وبنت اللي هي توانا يعني ممكن يعجبوا بعض. طبعا. ما هو دي الطبيعة. مم. لو انا طبعا. اعترضت على ده هبقى ضد الطبيعة، وانا مم. مش كده يعني، اكيد بس فاهمة. بتأمنيها ازاي كأم؟ زي ما بقولك انه مم. احنا جروب كلنا بنخرج مع بعض. اصل ايه اللي هيقلقني؟ مم. ايه اللي يعني هم عاجبين بعض لحد مم. المرحلة دي احنا تمام، آه. بس خلاص. مم. فاحنا كلنا بقى اصحاب وبنخرج كلنا مع بعض، تمام، ما عنديش مشكلة. مم. احنا لسه ما وصلناش لانها تيجي تقول لك مامي انا بحب مصطفى. لا وصلنا، وصلنا. بس انا مقتنعة انه ده مش بحب مصطفى، مم. عاجبني مصطفى، اه بس I like بحب. مصطفى مامي. بالظبط الدخلة يعني. دي. لا بس مم. كده ما وصلناش بقى بحب بقى لما بتيجي تقول لك ماما I like مصطفى، احنا طبعا واخدين مصطفى ده. مم. لا ما مم. عنديش مشكلة. مم. لا خالص، ما طبيعي، بفهم ان دي حاجة طبيعية جدا. بتبقيش مهتمة انك عايزة تشوفيه، عايزة طبعا. عندك فضول ان انا عايزة اعرف، ما اه بتسأليهاش هو ابن مين يا حبيبتي، مامته طبعا مين، باباه طبعا. مين، اه معاكي في المدرسة في م- جريد، في م- نفس الجريد ولا م- اكبر؟ م- م- م. عارفة لستة الاسئلة دي اللي بنسألها. بس مش اسئله بقى مباشره. مم. احكي لي بقى عملتوا ايه. امبارح كان مين موجود في يعني مش انه تعالي بقى قولي لي مين بقى مصطفى ده. مم. كشف لا ما بعملش كده يعني، مم. بالطريقه كده انه واحنا بنتكلم فهي مم. بتبتدي بقى تحكي لي وقلنا كذا وحصل كذا وهو رايه كذا، فبفهم الكاركتر من الكلام، من الحكايه اللي بتحكيها. قولي لي طريقتك معاها اتغيرت عن لما كانت لسه اصغر من كده؟ م- م. ايه اللي اكيد. حصل؟ اللي حصل ان انا كنت وهي صغيره ما كنتش حاسه ان انا ام قوي وان انا جاهزه ان انا ابقى ام قوي. مم. علشان فكره برضو ان انا اتجوزت بدري وخلفت بدري وكده، فكنت حاسه ان انا مظلومه. مم. يعني كنت كل صحابي ما اتجوزوش. مم. وخصوصا لما اتطلقت كمان، فكنت بسافر مثلا مع صحابي وباخد وانا معايا كلهم بقى خارجين يسهروا ويخرجوا، وانت مامي. وانا مامي اه قاعده بالبيبي. مم. فدي كانت حاجه بتضايقني قوي وببقى متغوظه. مم. يعني كنت عايزه لسه اكتشف الدنيا واعيش حياتي يعني. مم. لسه. فكنت ساعات بأثر مع ناس، كنت ساعات مثلا اقول ايه، طب السفريه الجايه بتاعتي انا لوحدي، هسافر انا بقى لوحدي. مم. فده مش حلو قوي، لان هي حقها ان هي تبقى مع مامتها طول الوقت في طبعا. كل الخروج. بس على فكرة كل وكده. السنجل مام عندهم الإحساس بالذنب ده، عايزة أقول لك يعني. بس دلوقتي لا بقى، مم. دلوقتي انا بستمتع معاها جدا. ودلوقتي يعني دلوقتي حاسه انا ممكن ابتدي اخلف دلوقتي. يعني دلوقتي انا جاهزه ابقى ام، فتمام. انا دلوقتي ام جدا ومبسوطه قوي 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 بفكره ان انا ام بقى ومع بنتي وبنخرج وكده. ولو هبتدي قصه من اول وجديد وعندي بيبي، لا تمام. مش الهسل بتاع البيبي بقى اللي هو لازم اغير له وهسهر ومش هنام. كل الكلام ده انا جاهزه له دلوقتي، بس قبل كده لا. فكره انه انتي تخلفي بدري انا مش معاها قوي بصراحه يعني. بس انت لسه صغيره وبنتك عروسه جنبك، ودي حاجه ممتعه جدا، حلوة. ما كانش ممكن تحصل الا انك لو طبعا اتجوزتي وخلفتي صغيره. طبعا فممتعه. طبعا ممتعه ان دلوقتي تقدروا تسافروا انتوا الاثنين صحاب. طبعا حلوه. لا وانا مع فكره الجواز، انا بحب الجواز يعني. الجواز جميل بجد. انا كمان ما احب الجواز. الجواز. طريقه ولا بجد؟ لا بجد والله العظيم. حتى لو جميل. فشل، بس بالظبط. انا مع انه جربوا جوه الجواز. نجرب نتجوز. مفيش داعي للعلاقات اللي بره الجواز، لانها ما بتروحش لحته. صح. ما بتروحش لاي حته. صح. مهما عمرها امتد ما بتروحش بحته. بالظبط. لانه ملهاش اساس. فحتى لو احنا الاثنين عاجبين بعض وخلاص احنا كبرنا برضو يعني. يعني نبقى يعني بقى مش هنصاحب يعني، مش بصراحه يعني. ماشي مع شكلنا وحش يعني. عارفه شكلنا وحش. لا فخلاص لو احنا اتس اوكي والدنيا تمام، لا ندخل نجرب. والله نجحنا ما نجحناش ما نجحناش، حاجه فيها يعني امان للطرفين وخبره حياتيه وكل حاجه. يعني انا لو رجع بيا الزمن هلا هتجوز تاني عادي. مش هقول لا يعني انت لو رحتي قلتي لتوانا النهارده بعد ما تخلصي البرنامج انا هتجوز، لا ده هي عايزاني اتجوز.
يعني حتى الريليشن اللي انا كنت فيها دي كانت بتحبه جدا وكانت عايزاني اتجوز. ليه بقى؟ شايفة انه من حقي اتجوز، مم. يعني من حقي احب، من حقي اتجوز، من حقي يبقى عندي راجل. لو مم. هي مثلا اوقات ابقى انا، ما هي اختي برضو مش فاضيالي طول طبعا الوقت. لا، وعندها حياتها ف وعندها جوزها بالظبط. فانا مثلا لو رايحة اعمل اي مشوار، مم. بشتري لبس، بعمل اي حاجة، رايحة اي مشوار لوحدي، مم. ببقى صعبانة عليها. مم. بتقولي يا مامي انتي مش بتزهقي ان انتي لوحدك؟ انتي مم. مش عايزة حد يبقى معاكي ليه؟ انتي ليه متوحدة كده؟ بس دلوقتي لما كبرت شويه، لا طول الوقت والله حتى وهي هي صغيره م. شويه بيبقوا هم صغيرين رخمين قوي لا ما من وهي كانتش كده. صغيره. طب ده حلو ده قوي. لا هي مم. طول الوقت شايفة انا من حقي احب مم. وارتبط واتجوز طب انت ومفيش بتعملي ايه بقى لما حد بيكرش عليكي بقى؟ هعمل ايه؟ لو لقيته شخص مناسب مم. هجرب، مم. لو لقيته لا من الاول مم. فبعمل هبلة بقى. الناس بتتعامل مع السنجل مام على انها صيدة يعني، في طبعا ناس كتير كده. انها ست ضعيفة، ممكن تبقى محتاجة مشاعر وممكن تبقى محتاجة حد ياخد باله منها، وبتربي الولاد لوحدها. ما هو جو الصعبانيات ده عارفة انا ما ده. بحبوش خالص، لان انا حقيقي مش كده. مم. يعني انا حقيقي تمام، انا بانجوي فعلا كل حاجة في حياتي وما عنديش مشكلة خالص. مم. والله ظهر شخص مناسب. ومناسب تمام، ما ظهرش انا تمام برضو، ما فيش حاجة. فما فيش بس بقى الكونسبت نفسه ده موجود، يعني فكرة انه السنجل مام ممكن تبقى اسهل في العلاقة. اصل ما فيش منقذ، يعني ما مم. فيش واحد هيجي انت شايله الحمل فهيجي يقول لك بعد اذنك بقى هاتي بقى ده شويه هشيله مش عنك. عارفة، لو لقيتي ابعتي لنا 2. ما فيش، مش مفيش، لا موجود، لا ما لا فيش. لا لا، صعب. هساعدك، هبقى مم. شريك حياه، هنبني مع بعض، هاخد بالي منك وانتي عندك حياتك وانا هكمل، يعني مش هكملك بس هنبني هساعدك مع بعض حاجة فيها، تانية بتاعتنا وانا احنا عندي الاتنين. حياتي وهتساعديني It's فيها، true. ده صح. لكن مش هشلك حياتك، مم. مش هنقذك، مفيش الكلام ده، It's true. ما فيش كده، ومش صح يعني ان انا ابقى مستنيه الشخص يعمل كده في حياتي، مش ده الصح يعني. لا يعني. وشفنا ده في اهلنا، انه يعني فكرة ان الست تبقى معتمدة على الراجل تماما، وهو حتى اللي بيصرف طول الوقت مم. مش صح قوي، مم. مش صح قوي ليه وليها. هو الراجل هو المفروض طبعا يصرف على طب الست اكيد، بس الست برضو لازم يبقى عندها حياتها. تبقى مستقلة إلى حد ما يعني، اه تبقى مأمنة نفسها. احنا كمان في يعني في احنا كمان في ظرف زمني مش سهل، أمم، أمم. فبيتطلب من الاتنين، من الست والراجل، ان هما الاتنين يبقى عندهم يعني قدرة على مواجهة الظرف الصعب اللي احنا فيه ده طبعا يعني. طبعا طبعا، هو مم. بيساعدوا بعض، بيكملوا حياة بعض، فهي مم. لازم يبقى عندها حياتها وشغلها واصحابها ومعارفها وكل حاجة. مم. وبعدين يجي بقى الشخص ده، تمام، نعيش بقى مع بعض، وانت بتعمل ايه؟ طب انا ممكن اشجعه ان هو يعمل طبعا. حاجة اكتر في شغله، وهو نفس الحاجة معايا. مم. يعني رنا هي انت الحياة حبيبة كده. صح؟ باين عليكي. اكيد طبعا. مم. يعني ايه اللي ممكن يخليكي تقعي في حب راجل؟ المعايير بتختلف طبعا، يعني لو كنت اكيد سألتيني، زمان لو كنت سألتيني مش زمان، حتى لو كنت مم. سألتيني من سنتين مم. كان الموضوع هيختلف. مم. دلوقتي حقيقي والله فعلا انا بدور على شخص يبقى علاقته كويسة بربنا، مم. لان الشخص اللي علاقته كويسة بربنا هيبقى طول الوقت بيعامل ربنا فيا فيكي وفي الناس، مش بس فيا. مم. يعني طول الوقت ربنا موجود بالنسبة له، فأنا مش بغش الناس عشان ربنا شايفني، مم. أنا مش بخدع عشان ربنا شايفني، أنا مش بكذب عشان ربنا شايفني، ربنا معايا طول الوقت. مم. فده مش هقعد أقولك بقى يبقى كريم ويبقى طيب لا يا ويبقى ريت، يا حنين، ريت يبقى. طبعا ما هو ده مم. هتتوقعي منه ده، طبعا هتتوقع طبعا. بما انه
علاقته مم. كويسة بربنا مم. وبيراعي ربنا في كل حاجة، مم. فهيبقى حنين عليكي في الأغلب وهيبقى طيب طبعا. وهيبقى كريم، مم. فاهمة؟ مم. وحتى لو هو مش كريم مم. وانتي شاورتي له على ان انت مش كريم، مم. فهيبتدي يفكر انا عايزه ارضي ربنا، فبصلح ده فيا علشان انا عايزه ابقى كويس صح وعايز ربنا يبقى راضي عني. صح صح. فما عنديش بقى ايه مواصفات معينه لا، مم. انا هو ده المعيار دلوقتي، انه يبقى فيه شخص مم. علاقته كويسه بربنا. طب رانيا، بما انك حكيتي عن التجربة دي، وانا من غير ما ادخل معاكي في تفاصيلها، لانه طبعا انا عارفة لما بنمر بتجربة زي دي بتبقى وجعها عامل ازاي، فحتى مجرد ذكرها بيبقى يعني مش ألطف حاجة. بس لو في ست تانية جوه الدايرة دي، هي لسه ما خرجتش منها زي ما انت خرجتي، هي لسه جوه الدايرة دي ومش عارفة تخرج، تقولي لها تخرج ازاي؟ بصي، تقعد قاعدة كده مع نفسها الأول مم. وتحط لنفسها ايه 1 2 3 4، أنا عايزة ايه، أنا بحب ايه، أنا يعني ايه اللي يناسبني وايه اللي ما يناسبنيش. مم. تمام. وتبقى صريحة جدا مع الشخص، مم. لأن هو طبعا بيبقى شافط الطاقة طبعا شافط طبعا كل حاجة، طبعا هي ضايعة completely طبعا فعلا في طبعا. العلاقة. يعني احنا عندنا حالة في فنانة كبيرة موجودة دلوقتي وبنتكلم عنها كتير، بس يعني من غير ما نروح لها مم. يعني، بس هي حتى على المستوى الإنسان، يعني انت مم. اكيد صادفتي ده في حياتك. وحصل ال... لي أنا بقولك يعني. فاحنا جيلنا برضو وقع في الحتت دي، بيبقى في مشكلة ان الست مش عارفة تخرج، بقى مم. لها سنين جوه الحدوتة دي، جوه الدايرة بتلف فيها بس مش عارفة تخرج. ما هو فانت تبقي شايفاها ست عاقلة و... وكويسة واخدة بالها من حياتها، بس مم. جوه علاقة مش عارفة تخرج منها. مم. طب انت كويسة، ما تخرجي منها. مش عارفة، بيبقى الموضوع زي الإدمان. مم. يعني انتي خلاص بقيتي تستمدي سعادتك من وجود الشخص ده، مم. مش قادرة تتخيلي ان انتي تصحي من النوم مم. ما يكونش موجود، ما يقولكيش صباح الخير، لو مم. حتى لو متجوزين وعايشين مع بعض ما يبقاش موجود معايا طول مم. الوقت. انا متعلقة بيه قوي مم. ونسيت نفسي، حتى نسيت استغفر الله العظيم ربنا، مم. نسيت بقى. هو مم. بالنسبة لي هو ده، يعني هو مصدر سعادتي، مصدر إيماني، مصدر طموحي، هو كل حاجة. مم. فهخسر ده في لحظة ازاي؟ فهي صح. حقيقي حاجة صعبة قاسية، لا لا، جدا، صعبة صعبة. هي حقيقي انا صعبة جدا. بأشفق على اي ست في الحتة دي، يعني اه بيبقى صعبة، بس والخروج منها صعب، بس لما والست بيبقى بتخرج منها ست تانية خالص جدا بتبقي احسن كتير لو جدا. خرجتي وحصل لك انت انك بتبقى عايزة خرجتي. تبصيه علشان عايزة تقولي له انت مش متخيل عملت فيها ايه. ده حقيقي. انت يعني التجربة دي قد كده طلعت مني ست احلى بكتير ده حقيقي. واقوى بكتير وحابه نفسها اكتر بكتير. يعني هو بيدوس على بس زراير. يعني طبعا طبعا جدا، بس مم. الرحلة بقى بتاعت انك تخرجي مم. عايزة عايزه قوه. عايزة يعني مين عايزة كان جنبك؟ قرار. ربنا اول ربنا حاجة. سبحانه وتعالى. طبعا، بس كمان طبعا في ناس، اختي كانت جنبي، جوز اختي كان جنبي جدا، اهلي، امي وبنتي وبابايا وكل الناس اللي حواليا كانوا جنبي جدا. قولي لي ايه اللي اتغير فيك يا رانيا؟ يعني ايه القناعات اللي او ايه اللي اكتشفتي انه اتضحك عليكي فيه، وانا يعني كنت متصوراه بس ما طلعش حقيقة. انه انا كنت بصدق اي حاجة، يعني مم. لما يقول اي حاجة بصدقها. مم. تمام، هو هيكذب ليه؟ عشان بيكذب عادي. بيكذب ليه؟ عشان بيكذب. لا، ما كنتش في الحتة دي، ما كنتش في الوعي ده خالص، لا يعني بصدق بس حتى الدنيا اي بشكل حاجة. عام، ايه الطباع اللي غيرتيها؟ ايه الحاجات اللي بقيتي تشوفيها بشكل مختلف؟ ان انا ما احكمش على الناس من كلامها، لانه ممكن تقعدي مع اي حد يحكي لك عن نفسه حاجات جميله جدا جدا ملهاش اي علاقه بيه الحقيقه. هو بيحكي لك هو نفسه يبقى ايه وهو فاكر هو ايه. يعني حتى انا وانا بتكلم عن الشخص ده اللي انا كنت معاه في العلاقه، انا ما بقولش هو شخص وحش او قاصد انه يأذيني. هو لو قعدتي معاه واتكلمتي معاه هو مقتنع ان هو صح 100%، لان هو ده اللي اتربى عليه، وهو ده اللي فهمه عن الحياه، وهو ده اللي فهمه. هو فاهم ان علاقه الست بالراجل هي عامله كده، فعايز الفورمات اللي عنده هي كده يحققها. فانا مش بقول ان هو شخص وحش، لا هو مش شخص وحش خالص، ولا قاصد اذى ولا اي حاجه، بس هو كده، هو ده اللي هو فاهمه، ده اللي اتعلمه في الحياه. بس
انتي بقى بتفهمي بقى الناس من تصرفاتها، طبعا. بتعرفي شخص من تصرفاته ازاي. يعني انا مش عايزه احكي مواقف معينه، بس مثلا انه كان في وعود انه لما هنتحط في الموقف كذا انا مم. هعمل كذا وهيبقى رد فعلي كذا، وبعدين لما اتحطينا في الموقف مم. حاجه تانية تماما. طبعا. انت مش قلت كذا؟ مم. مفيش رد، مفيش ايوه، مفيش لا، مفيش دفاع. مم. لا، هو الراجل المفروض يعمل كده مم. والست المفروض تستحمل. ايوه. ليه؟ ايوه. مم. هو ليه؟ جاي من الحتة دي. ليه؟ عشان هي الست كده في وجهة نظره. مم. م? بس ما اكتشفتيش ده وانت موجودة يعني طول الوقت ده؟ ما خدتيش بالك ان هو عنده السلوك ما ده؟ كنتي رايحة بقى مع اه الرايحين بقى، مم. كنتي رايحة كنت في خالص يا المرجحة. حبيبتي، كنتي واقعة خالص. ف ده اللي اتعلمته. يمكن دي اكتر حاجة اتعلمتها، انه بس ايه من فعلا طباعك كمان اتغير؟ آه، انا طول عمري هادية، يعني انا هادية، هادية وبطيئة كده هادية وبفكر وبتفكري، هادية قوي. وبطيئة وبتفكري. اه مم. اعتقد دي حاجات ثابتة فيا. مم. الفترة اللي انا كنت فيها في العلاقة دي كنت عصبية جدا، مم. لانه ستريسد. طول الوقت بيحصل حاجات مش فاهماها ومش راضية عنها. مم. ده اللي كان متغير فيا، بس مم. وانس خلاص خلصت منها لانه الابس اند داونز رجعت ده تاني. انت لما بتبقي في علاقه بالشكل ده بيبقى فيها ابس اند داونز كتير. مم. فانت اب مبسوطه جدا، داون تحت في الارض. مبسوطة جدا 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 جدا. وهو يعني والله هو فعلا كان شخص لذيذ قوي، وكنت بنبسط طول الوقت وانا قاعدة معاه ويعني فعلا كان شخص كويس، بس في افكار مم. مختلفة. يعني طريقة تفكيره في علاقة الراجل بالست غيري تماما. يعني هو اتعلم حاجة في حياته وانا اتعلمت حاجة في حياتي، فلما بقينا في العلاقة مع بعض مم. لا، الدنيا ما مشيتش خالص. بالرغم انك اشتغلتي اعلانات مم. واشتغلتي اعلانات صغيره، يعني المفروض ما يضحكش عليكي، المفروض تبقي ليه؟ المفروض ما يضحكش عليكي يعني. ما هو انتي بصي، طول ما انتي موجودة في الحياة بتتعلمي. مم. طب وارد ان انتي يعني حتى انا دلوقتي، يعني في اللي انا وصلت له دلوقتي او في الوعي اللي انا فيه دلوقتي، مم. ممكن برضو يضحك عليا. محدش معصوم من هل الغلط. عندك نقطه ضعف بعينها ممكن راجل يصطادك منها؟ مش عارف، ما يتهيأليش دلوقتي. لا، لا، لا. متأكدة؟ يعني يعني اعتقد تفكري. اعتقد مم. لا، مفيش. قولي لي انتي لو انا قلت لك اعملي لي كده صورة او شكل للراجل، عايزاه يبقى عامل ازاي؟ انت قلتي لي ان تبقى علاقته بربنا، بس اوصفه لي. طويل، قصير، اسمر، ابيض، يعني ملونة، آه، كبير؟ مقتنعة بفكرة فرق السن في العلاقات؟ يعني ممكن تبقي في علاقة في راجل اكبر منك بشوية حلوين؟ لا. لا، ما افضلش يعني ولا امم. اكبر ولا اصغر. يعني اللي بفضله ان يبقى فيه يعني امم. فرق بسيط يعني في السن، بس يبقى مش فرق كبير. لا، امم. لا، مش مقتنعة فكرة الفرق في السن دي قوي بصراحة. يعني لو هو اصغر او اكبر بحس انه هحس بحاجة غلط، امم. هحس في فرق حتى في المعارف وفي الصحاب. في الكراود اللي حوالين كل حد فيهم يعني انتي مجربة فرق الأجيال؟ يعني أنا طبعا. بحس مثلا بفرق تفكيري عن فرق تفكير بنتي، طبعا. فبالتالي ازاي مم. مم. هرتبط بواحد أصغر أو أكبر؟ لا، مم. مش مقتنعة. بتحصل، مم. ما أقدرش أقول لأ. مم. وأوقات بتحصل وفي بتتفاجئي. حالات ناجحة، يعني في حالات سوفر ممكن، مكملة وناجحة. ممكن، بس ممكن، هو حسب. ممكن. بس أنا بتكلم عني أنا، لا، ما أفضلش إن أنا أبقى مم. في علاقة زي كده. بتقسمي حياتك لمراحل؟ يعني شايفة حياتك عبارة عن ايه؟ مرحلة ايه؟ وسميها لي. يعني رانيا طفلة، مم. رانيا مراهقة. اكيد في مرحله طفوله مهم. ما كانش في اي حاجه في دماغي خالص غير اللعب والتنطيط وكده. مهم. في مرحله مراهقه، مهم. آه،
فكرة بقى انا عايزة احس ان انا كبيرة، وعايزة احط روج، وعايزة البس الفستان، وعايزة اعجب الولاد. طبعا. كانت مرحلة طبعا. بعدين المرحلة اللي بعد ما كانش كده فيها حاجة مميزة؟ يعني المرحلة دي ما تعتقديش انه في حاجة فيها كملت معاكي او اثرت على حياتك بعدين؟ هي الحياة كلها يعني خطوات بتأدي طبعا. لنتيجة في الآخر. طبعا. فكل حاجة أكيد أثرت فيا طبعا، يعني طفولة أثرت فيا، مراهقة أثرت، كل حاجة كل حاجة. مم. التعليم، الجامعة، بداية الشغل، لما اشتغلت في الإعلانات، بعد كده ابتديت أمثل. يعني كل حاجة بتوصل لحاجة، وفي الآخر انتي بتقعدي تبصي لحياتك كده، وفي طرق معينة كان نفسك تمشي فيها وما حصلتش، اه وربنا بيوجهك في يوديكي حتة لحتة تانية تانية. خالص. فانتي بقى لما بتكمل الصورة في الآخر في الحتة اللي انتي واقفة فيها دلوقتي، اللي انتي مش عارفة برضو هتوديكي لفين بعد كده، طبعا. بتحسي يا ده انا كنت رايحة في حتة تانية بتفسري الحاجات، بتبتدي قوي. بعمل تفهميها. كده، بعمل كده قوي مم. طبعا. كل مراحل حياتك بتوصل لبعضها اكيد. انت مصدقة ان مفيش صدف في الحياة، ان كل حاجة بتحصل لنا بترتيب. لسبب وبترتيب اكيد اكيد مم. اكيد عندك والله. صدف في حياتك؟ بتحصل مش صدف، يعني زي ما بقولك ان انا مؤمنة ان كل حاجة بتحصل بترتيب من ربنا، مفيش حاجة بتحصل كده بالصدف. مم. بس في مفاجآت مش متوقعة، مم. يعني في رزق من حيث لا تحتسب. مم. يعني في حاجات مش عاملة حسابها، مم. بس بتيجي ليه؟ عشان ربنا عايز كده، عشان هيوديكي في هيوديكي في حتة تانية. بعدين غير اللي انتي مم. متخيلاه. مم. في ستات بتبقى عندها تارجت لانها ترتبط براجل غني، ويمكن جيلنا برضو لانه اشتغل، يعني احنا تقريبا امهاتنا معظمنا ما اشتغلوش، بس احنا جيلنا اشتغل فشوية تعب فبقى محتاج يريح. ففي كتير من جيلنا بيتارجتوا انه انا عايزه ارتبط براجل غني. اكيد بتشوفيها. اكيد بشوف. بتشوفيها ازاي؟ وممكن تعملي كده؟ ممكن تفكري بالطريقه دي؟ انا بحب الفلوس وبحب الغنى. بحس ان دي نعم من ربنا طبعا. ودي حاجة جميلة، يعني حاجة جميلة ان انتي تبقي عايشة في بيت جميل وعندك عربية جميلة وقادرة تصرفي زي ما انتي عايزة. دي نعم من ربنا، ما اقدرش اقول لا والله دي مادية ايه ده الهبل ده، لا طبعا دي نعم من ربنا. اكيد اتمنى ان انا اعيش فيها طول الوقت. فاعمل ايه بقى؟ لازم، علشان مش كنا بنقول ان انا علشان اجذب شخص ليا لازم انا اكون على نفس المستوى، والا هيحصل خلل، هيحصل صح. هيحصل حاجة غلط. لا احنا كويسين، احنا زي الفل. كملي. فهو ده انا لازم ابقى مقتنعة ان انا استاهل ان انا اجذب شخص غني، ان انا اجذب شخص مش بس غني، ما هو الغنى مش فلوس. الغنى لان وفرة، انتي فالوفرة دي بتبقى وفرة في الشغل وفي العيلة وفي الصحاب كل حاجة كل حاجة جميلة، رزق من عند ربنا. فانا عشان اجذب الشخص الغني ده لازم انا اكون استاهل اكون في حتة، اكون بنيت رانيا انها تقدر تجذب الراجل الغني ده. لكن لو انا بستنى الموضوع، كتير من الستات بيفكروا بطريقة مختلفة، ان انا عشان اجذب راجل غني ابقى ست حلوة، ابقى واخده بالي قوي من لبسي، ابقى واخده بالي قوي من شكلي. مفيش مشكله، ما في يعني مين يكره ان هو يبقى واخد باله من ما هو ده برضو حاجه انت بتعمليها حلوه لنفسك. يعني لو انت بتفكري انك تبني نفسك فهي دي من ضمن الحاجات ان انت ما تعرضوش مع بعض، ان تبقي انت بتشتغلي على نفسك كانسان وكبني ادم وكست، كل حاجه تتطوري طول الوقت واخده بالك من شكلك ومن كل حاجه. بس الغلط في الموضوع ان انا ابص الموضوع من فقر، من انه من حرمان، من انه نفسي نفسي راجل غني يجي ينقذني. هو ده الغلط. هو ده الغلط. بيحصل ساعتها خلل، بيحصل ساعتها ان انا حاسه بنقص. فلما يجي الشخص الغني هيديني الفلوس اللي انا عايزاها، بس عمري ما هكتفي، عمري ما هرضى، واحس ان انا مش مستاهله،
مم. واحس ان هو احسن مني. مم. عارفه بيحصل حاجه غلط، في حاجه مم. غلط بتحصل. مم. لازم تبقي ماليه مركزك، لازم تبقي عايزه تقعدي على كرسي، لازم مم. تبقي تستاهلي الكرسي اللي انت تقعدي. بتتمرني عايزه عليها تقعدي، ازاي بقى؟ يعني ادي للستات روشتة ممكن تتمرن على انها تبقى جوه الحالة دي ازاي؟ ما هو ما فيش وصفه لينا تنفع كلنا. مم. يعني وصفتي انا عندي كارير بشتغل فيه وعندي حياه بتاعتي، مم. فاسعى بقى. هي دي رسالتي اللي ربنا نزلني الارض علشان اسعى فيها. مم. فانا بعمل كده. مم. واحده تانية بتشتغل شغلانه تانية خالص، مم. فتعمل كده طول ما انتي برضو مش تفكير ان انا عايزه ابقى غنيه قوي او احاول يعني. لا، فكري اكتر انتي برضو بتعملي ايه للناس، بتعملي ايه في حياتك، انتي مم. بتفيدي العالم في ايه. مم. ده هيخليكي، ده اللي هيجيب لك فلوس. مم. يعني مش ان انا بشتغل عشان عايزه ابقى غنيه، مم. لا، انا بعمل ايه، فاللي انا بعمله ده هيجي لي بقى. زي ما اتفقنا اكيد ان هو هيجي لي مراية فلوس. ليكي، ففي الاغلب لو انت ست ناجحة هتجذبي ست ناجح، لو انت ست متصالحة في الاغلب هتجذبي راجل متصالح، لو بالظبط. انت ست الى حد ما مستقرة اه نفسيا المفروض يعني تجذبي مم. راجل مستقر فعايزه نفسيا تجذبي يعني. راجل غني لازم تبقي ست غنيه، اه. ومش غنيه فلوس، انتي غنيه. رانيا، في من جيلنا ستات بتضطر انها تبقى زوجة تانية. مم. بتقابل راجل بتحبه بتعلق بيه، بس هو كان متجوز قبلها وعنده حياته، فبيقول لها الكلاشيه المعروف مش هقدر اجيبهم بتاع مش مبسوط ومش ايا كان سعيد الكلاشيه واحنا المعروف، منفصلين. واحنا ما بنشوفش بعض خالص. مم. ف تقبلي تبقي زوجة تانية؟ لا مم. لا لا لا، خالص خالص. مش عشان كرامتي ما تسمحليش وكده، لا، انا مش مقتنعه بالفكره كلها كده على بعض يعني. مم. في حاجه غلط يعني. هو كل راجل مم. ليه ست، مم. فيعني انتي مقتنعه مفيش حاجة اسمها راجل يحب ستين. في حاجه غلط في الكيمياء بتاعته، في الطاقه بتاعته، مم. حاجه هتتلخبط. القصة دي باي بقت منتشرة في جيلنا مم. شوية، وحتى في كل الطبقات. يعني من فترة كانت يمكن موجودة في طبقات بعينها، بس هي دلوقتي احنا بنشوفها واكيد بتشوفيها، بقت بس موجودة في انا مصر هقول في لك كل انا بشوف الطبقات. الموضوع ازاي. مم. هو مش انتي ست مم. عندك طاقه انثويه طبعا. وطاقه ذكوريه، صح؟ مم. بس النسبه الاكبر مم. للطاقه الانثويه، طبعا. صح؟ طبعا. طيب، ونفس الحاجه الراجل هو كمان عنده الطاقتين، بس النسبه الاكبر للطاقتين. مم. الاتنين مع بعض بيعملوا ايه؟ مم. بيعملوا بالانس، طبعا. بيكملوا بعض. بيكملوا دخلت بعض. ست تالتة مم. هتعمل ايه؟ هتبوظ في حاجة غلط، صح؟ في حاجة غلط، مم. صح؟ مم. اهو يعني انا بشوف الموضوع كده. انا لو هو بقى بيحب الستات وشايف الستات دول كأنهم اه. لا، كأنهم وهيقول زي لك الفاكهة انه كده. احنا ديننا بيسمح بالتعدد بس ربنا برضو قالك ان وانتي الاسراف. قابلتيني وانا متجوز، فانا هعمل ايه بس ربنا نهانا عن الاسراف. ما هو ده اسراف. زي فكرة ان انتي تاكلي كتير، مع انه الاكل جميل قوي مم. والاصناف كتير قوي، مم. بس ربنا نهاكي عن انتي تبقي مسرفة، فانتي مش مم. المفروض تاكلي كل الاكل ده. مم. لا انت ضد الفكرة من بابها، لا 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 مهما لا كان لا لا، الظرف، مهما هتبوظ كان حياته. مم. هتبوظ الحياة دي مش هتمشي تمام خالص. مم. لا فبالتالي في كل الاحوال انت مش هتحطي في كيس زي دي لا 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 ولا. لا لا. وحتى لو عندي واحدة صاحبتي في الكيس دي هقول لها لا مم. لا خالص، ما تعمليش كده. طب قولي لي، بتهربي ازاي؟ يعني لما بتعوزي تهربي من الزحمة ومن الدوشة وتقعدي كده، بتهربي بايه؟ بقعد لوحدي، اروح مم. اتمرن في الجيم كده مم. لوحدي زي ما تشوفيني، مم. خلص تمرين واقعد بره مم. في الجنينة مم. اقعد لوحدي. بتكتشفي ايه لما تقعدي لوحدك؟ هدوء، مم. وبحلل اكتر الحاجات والمواقف والكلام والناس بفهم كده. يعني لازم يبقى فيه يعني لازم يبقى فيه فترات ما بين كل حاجة. يعني قعدنا اتكلمنا مثلا، مم. بعد ما همشي مم. هقعد افكر هو احنا قلنا ايه، الاسئلة كانت ايه، وانا جاوبت صح، انا جاوبت كويس، طب كان المفروض اقول كده، طب المرة يعني بعمل كده كتير طول انه عمرك بتعملي كده ولا مؤخرا بقيتي بتعملي كده؟
اعتقد طول عمري بعمل كده. مم. لازم يبقى في فترات، لازم يبقى في بريك ما بين كل مم. حاجة والتانية، لوحدك كده تركزي مع نفسك. ايه اللي اتعلمتيه من تجربة الحياة بتاعتك؟ آه، حتى اللي اتعلمت. اتعلمتيه بالمتابعة، بانك شفتيه عند ناس تانيين. ايه اللي اتعلمتيه عن الدنيا؟ اتعلمت عن الدنيا ان هي جميلة جدا. الدنيا جميلة قوي، مم. بس احنا اللي بنبقى باصين على حتة معينة خرم الإبرة يعني. ومركزين على حاجة معينة ومستنيين حاجة معينة. مم. فاهمة؟ عارفة كأن انتي عاملة كده بالظبط وبصة على الدنيا الواسعة دي قوي مم. من الحتة دي. مم. مش صح. مم. وسعي والرزق فعلا ما بيجيش من حاجة واحدة أو من حتة واحدة أو من اتجاه واحد مم. من شخص واحد. مم. لا، ربنا يعني حتى من أسماء الله الحسنى الواسع. بس. فالكون واسع والدنيا واسعة والرزق من كل حتة. فتعلمت دي قوي. مم. ايه اللي زاد على طباعك مؤخرا؟ او ايه، انا كمان هسألك ايه المعتقدات اللي كانت عندك وانت صغيرة لما كبرتي استغنيتي عنها، بقيتي شايفة ان هي مش صح؟ مم، سواء معتقدات خدتيها من المجتمع، من الناس اللي حواليكي، او يعني. يعني اتكلمنا عن فكرة انه كنت شايفة انه العلاقة ما بين الراجل والست دي احلى حاجة في الدنيا، والسعادة بتيجي من هنا. مم. وطول الوقت مستنية الفستان الابيض والرومانسية والحصان بس الست اتخلقت عشان كده؟ لا، يعني الست اتخلقت على انها تبقى ام، وتبقى زوجة، وتعمل دور من البيت ادوارها ان هي تبقى ام الدور طبعا. الاهم الاكبر. يعني انتي ما اقدرش اقول لا، كنت صح. ما اقدرش اقول دور مش مهم. طبعا مم. دور مهم جدا، مم. بس يعني مش خلاص بقى. يعني ليه بتأنبي نفسك على انه كان عندك الاحساس ده؟ ده احساس طبيعي. الست طبيعي انها تحس كده، الست طبيعي انها تبقى عايزة تبقى ام وزوجة ومش عامل حاجة تانية. ومش هعمل حاجة تانية، مش ده الصح. يعني دايما لازم يبقى عندك اوبشنز في حياتك. احنا بقينا مؤخرا يعني مضطرين ان احنا نعمل كده، مش لازم اضطرار، لا. امال. لا، ما تعمليهاش من الحتة دي، من ان انتي مضطرة انك تعملي كده مم. لان هو ده اللي انا اتحطيت فيه وهو ده اللي ربنا كتبه عليا. لا، مم. لا، ما هي ده هو ده اللي لسه بقول لك عليه. لا، امال بتعمليه ازاي؟ بتعمليه من انهي كونسبت؟ بعمله ان انا بسأل نفسي انا ربنا خلقني هنا ليه؟ انا مم. جيت ليه الارض؟ ليه انا بعمل ايه؟ مم. تمام. فبتبتدي يجيلك اجابات. مم. رانيا هيجيلها اجابات غير فيروز غير اي حد تاني. طبعا. كل واحد بيجيله اجابات معينة ان هو ده دوري في مم. الدنيا. فبمشي وبعمل كده. مم. مش من منطقة أنانية بقى ان انا عايزة اعمل كده عشان ابقى انا. لا، هو احنا ربنا اصلا خلقنا علشان نكمل بعض. واكتر ناس اغنياء في العالم مم. هم الناس اللي بيقدموا خدمات. ده حقيقي. يعني اكتر ناس عملوا ثروة اللي عملوا حاجات مم. تنفع الناس. ده حقيقي. فهو ده احنا ربنا خلقنا علشان كده، عشان تسألي نفسك انا جاية هنا اعمل ايه، اشتغل ايه. مم. بس مش. وممكن يبقى واحدة ربنا خلقها هنا عشان تبقى زوج وام مم. وبس، هو ده دورها مم. علشان تربي واحد هيعمل حاجة تانية للبشرية. مم. ممكن طبعا، وكتير كده. ايه الموقف اللي عدى عليكي في حياتك ومش ممكن تنسيه؟ وحش يعني؟ وحش، حلو، يعني كان درس، كان موقف مع حد، بس يعني ما تقدريش تنسيه لانه اثر في حياتك بعدين. وانا صغيره كنت بكذب كتير قوي. مم. كان خيالي واسع مم. وبقعد اتخيل حاجات مش موجوده في الواقع مم. وبقت موجوده في الواقع. يعني وانا صغيره كنت متخيله آه. ان في تليفون اوه، بكلم فيه حد وبشوفه. وكان لسه ما فيش تليفون خالص. والله العظيم. وكنت بقعد مع اصحابي مم. ومفيش الكلام. احنا واحنا صغيرين ما كانش فيه تليفونات فيها طبعا. كاميرا.
انا كنت بقعد احكي ده، بقعد اقول لهم انا مم. كنت بكلم صاحبي اللي مم. مش عارفه عايش فين مم. وشايفاه، مم. وكنت قاعده باكل وهو مم. بيقول لي بتاكلي ايه. هو طبعا بيقول عليكي مجنونة. بيقولوا عليا مجنونه، اه. بس كان مسخره يعني. كان مم. الموضوع يعني صعب جدا، فكنت بعمل كده كتير قوي. ففي مم. مره كدبت، يعني كدبت في حاجه، وحد راح اشتكى لماما، مم. قالوا رانيا لها كده. رانيا مم. قالت كذا 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 مم. كذا وبتاع. فهي ردت قالت لا على فكره انا بنتي ما تكذبش. دي بقى اكتر حاجه وجعتني قوي وانبت لي ضميري قوي، طبعا وخلتني خدت قرار انا مش ان هكدب انا مش تاني. هعمل كده تاني. مم. وان الكذب ده حاجه وحشه جدا، مم. وممكن توقع فعلا في مشاكل. لانه انا مش فاكره ايه اللي كان حاصل، بس فاكره ان هي كانت مشكله كبيره. مم. ف... فدي حاجه خلتني اخد القرار ده. مم. وتعلمت منها انه مهم قوي ان الام مم. حتى لو عارفه ان عيالها غلط، وحتى لو عارفه انه بيعملوا حاجه غلط، مم. ان هي برضو تبقى ظهر وتبقى طبعا تدافع بتدافع عنهم. عنهم. قولي لي، بتشوفي السعادة هي ايه؟ الرضا. مم. مم. ان انتي تبقي الحمد لله مم. على كل حاجة. الحمد لله ان رجلي وجعاني، مم. والحمد لله ان انا معايا فلوس، والحمد لله ان انا عايشة في البيت ده، مم. الحمد لله ان عندي بنت، الحمد لله ان هي جميلة، مم. والحمد لله انه اهلي كويسين وصحتهم كويسة، والحمد لله لو حد فيهم تعبان. مم. الحمد لله كل حاجة جميلة، كل حاجة حلوة. هو ده الرضا. انتي مش خايفة تحبي؟ لا انتي تمام؟ طبعا. يعني دلوقتي مستعدة ومش خايفة تحبي؟ اكيد. اكيد طبعا. اتبسطتي معانا؟ جدا. ميرسي يا رانيا، نورتيني. انبسطت جدا جدا. نورتيني يا ثانك يو حبيبتي، بجد على نورتيني. على اليوم الحلو لا ده، لا على لا، انا القعده اتبسطت الحلوه دي. جدا جدا. وانا انا كمان. سرحت في كلام كتير انت بتقوليه. يا ريت. انتوا عارفه سرحت ونسيت انا هسألك ايه السؤال اللي بعده. طيب فانا حلو. اتبسطت جدا وانا جدا كمان جدا. جدا جدا. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي.